ساعات ما قبل الملحمه بتاعه نهائي دوري ابطال افريقيا، تحس كده ان القاره كلها قاعده مستنيه الماتش ده، مش في مصر والمغرب بس ولا جمهور الاهلي والوداد بس، في حاله ترقب حلوه كده. الفريق ده شايف نفسه احسن وكعبه عالي وهيجيبها، والفريق ده شايف لا اللي قبل كده كان كبوه والمره دي بتاعتي. مش هطول عليك، يلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. انا احمد مجاهد وحلقه جديده من بلاي ميكر. الوداد والاهلي مش الفريقين الغريبين عن بعض، خاصه ان في السنين اللي فاتت قابلوا بعض كتير جدا. ده مش كده وبس، ده اتقابلوا في اخر نهائي للبطوله دي، واللي فاز ساعتها الوداد 2-0 في المغرب. بس المختلف في النسخه دي ان هو ماتش ذهاب وعوده. تعالوا نخش في الموضوع على طول. زي ما قلت ان الوداد داخل بدوافع ان انا خدت نهائيين قبل كده من الاهلي اخرهم اللي فات، ده غير ان انا واصل بعد ما فزت على المرشح الاول لانه ياخد البطوله دي اللي هو سان داونز. هو ما فازش عليه يعني، بس صعد على حسابه. والاهلي داخل الماتش ده بان انا اولا عايز اكسر العقده بتاعه الوداد، كسبوني مرتين قبل كده في النهائي وده ما ينفعش. وثانيا ان البطوله دي مش هتروح مني، خاصه بعد اللي حصل في المجموعات وخساره الاهلي من سان داونز 5-2، واللي فعلا من ساعتها الاهلي زي ما تقول استغل الفرصه وما كانش راحم اي فرقه بتقابل. قبل بقى ما نتكلم في صميم الماتش نفسه، فكل فرقه عندها غيابات وغيابات مهمه. عندك في الاهلي مثلا ان كولر طلع واعلن ان الشناوي بره القايمه على الاقل بتاع ماتش الذهاب بس. وبالنسبه لفريق الوداد فهو عنده غيابين عن الماتش اللي فات، الاول عبد الله حيمود اللي راح عمل عمليه الزايده في القاهره، والتاني حميد حداد بسبب الايقاف. طيب هل انا شايف ان في فرقه داخله خايفه من الثانيه في الماتش ده؟ بصراحه لا. الاهلي عنده الدوافع بتاعته، الاهلي ماشي بنتائج ايجابيه بقاله فتره بشكل كويس جدا، تحس اللعيبه كده واثقه في نفسها ومطمنه لنفسها، في ترابط في المنظومه الدفاعيه بتاعه الاهلي ككل ما شفناهوش من الاهلي بقالنا فتره طويله جدا، في مؤخرا انسجام حاصل بين الخطوط في النادي الاهلي، سواء بقى في نقل الكوره او التحكم في رتم الماتش او المرتدات اللي بيعملها بشكل كويس جدا او الجمل الثنائيه اللي بين اللعيبه. ده غير ان الاهلي ماتش بعد ماتش اللعيبه بتشوف بعينيها وبتتاكد ان الماتش اللي فات ما كانش صدفه، لا ده انا فعلا رجلي شايلاني، لا انا فعلا تقيل في الملعب واقدر على اي حد. فالاهلي داخل مصدق نفسه ان البطوله بتاعته. تعال بقى نبص على الوداد، هتلاقيه برده داخل بنفس الفكر. ليه؟ الوداد فيهم ميزه كويسه جدا ان ال11 لاعب بيموتوا نفسهم في الملعب. الفرقه اللي قدامي اتقل مني، الفرقه اللي قدامي اوحش مني، انا مش هخسر يعني مش هخسر. هل الوداد كان الافضل في كل الماتشات اللي قابلها؟ لا ما كانش الافضل، بس كانوا اكتر فرقه مستموته على المكسب في كل الماتشات اللي لعبها. وضيف على كده انه فريق واصل للنهائي بعد ما صعد على حساب المرشح الاول للبطوله. يا جماعه سان داونز البعبع اللي انا كوداد نزلت دفعته قدامه على ارضي، لا انا صعدت منه، فانا هقدر على اي حد. وبالذات حته كده بين قوسين ان هم هيقابلوا الفرقه اللي سان داونز كان كسبانها في المجموعات 5، سواء بقى الاهلي كان كويس ساعتها الاهلي كان وحش، بس هم داخلين بالمبدا ده، احنا صعدنا على حساب الفرقه اللي كسبتكم 5 في المجموعات. فالوداد برضو داخل الماتش ده لا البطوله دي بتاعتي. طب تعالى نقول الكلمتين اللي في العظم بقى. هو الوداد صعد على حساب سان داونز صحيح، بس الاهلي دفاعيا مش هو سان داونز، والطريقه اللي الوداد قدر يصعد بيها على حساب سان داونز ما تنفعش مع الاهلي. ليه؟ لان سان داونز اضعف خط عنده هو خط الدفاع. الجونين اللي الوداد جابهم وصعد بيهم، الاول خطا دفاعي كارثي ما يحصلش من فرقه وصلت للسيمي فاينل، والجون الثاني مدافع سان داونز اللي جايبه في نفسه اصلا. وحط في الاعتبار برضو ان انا لسه قايل لك ان منظومه الاهلي الدفاعيه بقت واحده من اسلحه الاهلي في الفتره الاخيره. يعني الخلاصه كده الوداد مش الفرقه اللي ترعب، الوداد هجوميا مش حاضر مش موجود، هي فرقه فيها ميزتين، اللعب برجوله، والميزه الثانيه الكرات الثابته او العرضيات عامه، كل كره ثابته ليهم تعتبر خطر. لكن التمركز بقى وكل لاعب ودورك ايه ودور الدفاعي ودور الهجومي، لا هم فرقه عشوائيه شويه في الحته دي، فرقه لو ضغطتها هتسجل فيك، ولو فضلت ضاغطها مش هتعرف تطلع عليك خالص. يعني بالبلدي كده اللي شاف ماتش الوداد وسان داونز هيعرف ان سان داونز هو اللي ضيع المكسب، مش الوداد هو اللي فاز الماتش ده. يعني سان داونز كان فايز 1-0 لحد الدقيقه 60 تقريبا، كوره طويله ملعوبه في المنطقه غلط، تمركز دفاعي رهيب من دفاع سان داونز، الوداد اتعادل. سان داونز عمل ايه؟ شد نفسه دقيقتين بس جاب الجون الثاني، بعدها كوره ثابته فاول اترمى في جوه ال 18، غلطه من مدافع سان داونز حطها في نفسه. ما كانش في بقى وقت كفايه ان سان داونز يرجع. مع العلم لو كان في 10 دقائق زياده بس سان داونز كان هيجيب التالت. ليه؟ عشان زي ما قلت لك فرقه الوداد بعد ما اتعادلت 1-1 نتيجه تصعدني فاينل، الفرقه مش قادره تتمركز دفاعيا صح ودخل فيها الجون الثاني. ربنا كرمهم بس بان الجون الثاني اللي جابوه كان متاخر، سان داونز ما لحقتش مش اكتر. والدليل على كلامي تعال اما اقول لك الوداد وصل ازاي للنهائي. الوداد صعد اول المجموعه معاه 13 نقطه، بس هو صعد من المجموعه الاضعف في دور المجموعات كله، ما كانش في حد بينافسه، هو كان الوداد صاعد وهنشوف مين اللي هيصعد معاه. ومع ذلك هو خسر ماتش وتعادل ماتش، جاب في المجموعات كام جول؟ 7 اجوال، دخل فيه كام جول؟ 1. طيب الدور اللي بعد كده الوداد وسيمبا، ايه اللي حصل؟ الذهاب الوداد كسب 1-0، العوده سيمبا كسبت 1-0 ولعبوا ضربات جزاء صعد من خلالها الوداد. طيب تعالى الدور اللي بعد كده السيمي فاينل، الوداد على ارضه 0-0 مع سان داونز، الوداد في سان داونز اتعادلوا 2-2 وصعد من خلالها
وصلها للنهائي. يعني الوداد في دور المجموعات كله دخل فيه جول واحد، في الماتشين بتاع ربع النهائي ونص النهائي دخل فيه 3 جوان. وده اكبر دليل ان انا بقول لك الوداد صعد اول المجموعه عشان المجموعه كانت ضعيفه، مش الوداد هو اللي كويس. واللي ياكد كلامي انه لما قابل فرقه نص نص اللي هي سيمبا صعد منها بالعافيه بضربات الجزاء، وسان داونز صعد بالصدفه. يعني مع كامل احترامي والله بس هو فعلا صعد بالصدفه. فهل هي الفرقه اللي تخوف الاهلي؟ لا، فرقه ما تخوفش الاهلي خالص. هي فرقه بس هتبقى نازله معنوياتها مرفوعه، فرقه عندها الشحنه الباور، احنا حامل اللقب، احنا اللي لسه جايين بعد ما طلعنا سان داونز، انا وانا والحديد التاني مش اكتر. لكن على الورق الاهلي اعلى، في الملعب الاهلي اعلى. تعال بقى اقول لك كلمتين عن توقعي للماتش هيبقى داير ازاي. اولا انا شايف ان الوداد هينزل يبات ورا زي ما بات قدام سان داونز على مدار الماتشين، ويستنى يخطف الاهلي في مرتده كده ولا كده، مع ان شايف انه هيبتدي يحاول يخطف الخطفه دي في اول 15 دقيقه، وهم دول الخمس او العشر دقائق اللي انا متوقع ان الوداد هيلعبهم في مصر. بقيه ال 80 او ال 75 دقيقه الوداد قاعد مستني ورا وهيلعب على المرتدات، ويمكن يستغل حته كمان كده الشوط من بعيد، بالذات بعد ما الحارس الاساسي بتاع الاهلي اتاكد رسمي ان هو مش هيلعب الماتش ده. فهم دول السلاحين اللي انا شايف الوداد هيلعب بيه، قرب وشوط من بعيد، العب على مرتدات، العب على انك تاخد فاولات حوالين ال 18، مش اكتر من كده. طيب في الناحيه الثانيه بقى الاهلي هيكون طريقه لعبه عامله ازاي؟ اكيد كولر بعد الماتشين اللي فاتوا مع الترجي والرجاء فهم طريقه لعب شمال افريقيا في الحته اللي هي ايه، اول 10 دقائق دي اخطف. فانا بيتهيأ لي انه مش هيلعب الكره المتزنه ولا هيمسك كره في نص الملعب ولا جس نبض، هو هيحاول يمنعهم يعملوا الخضه دي بتاعت اول 10 دقائق بان هو اللي يعملها من اول دقيقه. من اول دقيقه هتلاقي الاهلي راكب في نص ملعب الوداد بيهمدهم ويمنعهم يلعبوا ال10 دقائق اللي هم هيلعبوهم في الماتش، بحيث ان يبقى الوداد من اول دقيقه لاخر دقيقه بيلعب على المرتدات. طب توقعاتي للتشكيله اللي الاهلي هيبدا بيها، فانا شايف ان هو هيبتدي علي لطفي جول كيبر، قدامه منعم ومتولي، على الشمال معلول، على اليمين محمد هاني، والثلاثه اللي في النص مروان عطيه والسوليه وحمدي فتحي، وعلى الشمال الشحات، وعلى اليمين بيرسي تاو، وقدامهم محمد شريف. طيب انا شايف نتيجه الماتش ممكن تبقى ماشيه ازاي؟ انا مش هتوقع النتيجه، بس اللي اقدر اجزم بيه ان كولر نازل يلعب على انه يكسب بفرق اكتر من جول عشان يرحم نفسه في ماتش العوده. يعني هدفه مش ان انا اكسب ويلا يا رب 1-0 وخلاص، لا، الاهلي لو جاب جون هيبقى عايز يجيب الثاني، هيبقى عايز يجيب الثالث. ويمكن دي حاجه مخوفاني تخلق نوع من الصربعه لبعض اللعيبه في الملعب لتخوفهم من ماتش العوده في المغرب. فاحسن سيناريو للاهلي ان هو يقدر يسجل في اول ربع ساعه، عشان زي ما قلت انا متاكد ان الجهاز الفني هيبقى متكلم ان احنا لازم نجيب جون والتاني، فعشان يا رب الحته دي ما تاثرش بشكل سلبي على بعض اللاعبين لو الجون اتاخر. فانا بتمنى ان الضغطه بتاعت اول ربع ساعه مع الجمهور الاهلي يقدر يخطف جون. الاهلي جاب الجون بدري خلاص، الجون التاني جاي، جه بقى بعدها على طول، جه بعدها في الشوط الثاني، حتى لو الوداد ما طلعش من مكانه. يعني مش بقول ان الاهلي لو جاب جون الوداد هيبتدي يفك ويروح يهاجم، لا، لسه كده كده في عوده، هيفضل يلعب بنفس الطريقه، واقف ورا وبيلعب على المرتدات. بس اللي هيختلف في الاهلي الهدوء، انا فايز 1-0، التخوف وانا بدافع، لا، انا اللي رجلي احسن في الماتش، فطول الماتش عليا، انا اعصابي مش هتفك، هروح معاك زي ما حصل بالظبط في ماتش الرجاء. ده غير ان الفرص ومحاولات الاهلي اللي هيروح بيها على الوداد هيكون فيها تركيز اعلى، هدوء، خلاص ما انا جايب جول. فهي فكره ان الاهلي يسجل في الوداد دي انا ابصم عليها بالعشر، لكن الفكره في توقيت الجول هيجي امتى. توقيت الجول هيفرق في نتيجه الماتش ككل، وهيأثر على مدى اهميه ماتش العوده. يا اما الماتش ده ماتش حياه وموت، يا اما ماتش عادي، يا اما ماتش ملوش اي لازمه. بس فانا كل اللي بطلبه من اللعيبه التركيز، الهدوء، انت بتلعب على ارضك، انت اعلى من الفرقه اللي قدامك، ثنائيات كره جماعيه، انت اعلى من الفرقه اللي قدامك، ركز في كل كره اللي انت رايح بيها، العبها بهدوء اكن هي اول كره في اول دقيقه في الماتش، بس حطها بتركيز اكن دي اخر كره هتجيلك في الماتش. الهجمه اللي اروح بيها لازم اضمن ان هي تخلص على الجون، هنسهل الماتش على نفسنا، عشان والله زي ما قلت فرقه دفاعيا لو اتلعب عليها باصات سريعه، لو اتلعب في ظهرها هتروح كتير والله. بس يا سيدي، وبكده بقى وصلت لنهايه الفيديو، استنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.